السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبهنا ودايما مبسوطين وسعادة في حياتكم. النهاردة بقى هنعمل شوية تفريزات كده، كل سنة وانتم طيبين. تفريزات الخير لشهر الخير. والله يا جماعة الشهر الكريم ده بيهل كده وبيهل معاه الخير كله. هنا كده شوية قبل ما نبدأ بقى الفيديو، طبعا هنعمل ايه؟ نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة بقى في خضرة عندنا ايه. الحاج جايب لنا شوية خضرة من الأرض، فقلت ايه افرزهم لشهر رمضان ان شاء الله بقى. دي خضرة بقدونس على شبت، ويعني هي الأغلبية بقدونس يعني، فحلوة تنفع للكفتة والمحشي والحاجات دي، تبقى جميلة يعني. فقلنا طالما كتيرة كده بقى نبدأ نعمل ايه؟ تفريزات شهر الخير. بدأت هنا أجيبها أقعد كده وأضربها وبغسلها وبخرطها، بقطعها كده بالسكينة وببدأ بغسلها حلو قوي كذا مرة، يعني بفضل اغسلها كذا مرة، وبجيب بقى حاجة نظيفة كده، ملاية وقماشة نظيفة عندك، واروح فرش حاطة عليها الخضرة زي ما انتوا شايفين كده. هنا خلاص بعد ما اتقطعت وغسلتها حلو جدا، بشغلها بقى المروحة واسيبها تنشف خالص قبل ما اشيلها في الفريزر. يبقى كده قطعتها وغسلتها حلو جدا، وجبت قماشة نظيفة كده كبيرة وفرشت عليها الخضرة زي ما انتم شايفين كده. سهلة جدا وبسيطة يعني وحلوة بقى. بتنجز معاكي في ايه؟ في رمضان بيبقى في عزومة، في حد جاي بتاع، فايه بتطلعي الخضرة جاهزة على طول. دي بنعملها على طول والله يا جماعة، يعني في رمضان او غير شهر رمضان بحب افرز الحاجات دي. كانت الحاجة الله يرحمها بقى عودتنا على كده. آم، كده عملنا مع بعض اهي تفريزات عملنا الخضرة زي ما انتم شايفين كده. بفرشها حلو جدا، يعني لازم تنشف خالص معايا، ما يبقاش فيها مية، وبسيب لها المروحة بقى شغالة لحد ايه، يعني بعملها الصبح عينها بالليل كده، يعني المهم ان هي تنشف معاكي كويس. هسيبها بقى مع نفسها ونبدأ نفرز الحاجة التانية اللي معانا هنا برضو كمية من الفراولة حلوة، أسعارها مناسبة دلوقتي وحلوة موجودة يعني. بجيبها بقى بغسلها حلو جدا. اهم حاجه يا جماعه ان انتوا تغسلوا الحاجه كويس، يعني اهم حاجه ان الخضره الفاكهه اي حاجه للتفريز يعني تتغسل حلو جدا. هنا بقى هفضل اغسلها حلو واشيل الزرعه بتاعتها الخضره دي، وهوريكم هنعمل ايه تاني مع بعض. اهم حاجه بس اغسلوا الحاجه كويس يعني. شايفين الفراوله شكلها حلو ما شاء الله، كل حاجه في الموسم بتاعها بتبقى حلوه يعني. هنعمل بقى الفراولة والخضرة مع بعض، وهوريكم دلوقتي هنشيلهم ازاي. هنشيلهم بطريقة سهلة جدا، يعني تفريزاتهم سهلة، مش محتاجة حاجة، بس هي حاجة بتبقى موجودة عندك. طبعا رمضان بيحب العصاير، بيحب الفاكهة، بتبقى كل حاجة جاهزة يعني. بصوا هنا غسلتها ما شاء الله شكلها حلو ازاي، يعني تبقى عندك جاهزة في اي مكان ما شاء الله حلوة يعني. هبدأ بقى احط اهو معايا هنا الحاجة اللي انا هفرزها. انا هحطها في اكياس لان الفريزر اللي عندنا اللي هو الادراج ما بياخدش كميات كتيرة يعني، فلو حطيت في علب فهحتاج كمية اكتر. فالكيس معايا بيساعد يعني، الكيس ما بياخدش وقت كتير. وهنا الخضرة هي نشفت، بصوا ناشفة جدا في ايدي ازاي. اهم حاجة اللي هي تبقى ناشفة، بصوا اهي ناشفة خالص في ايدي اهي. كده هتبقى سهلة جدا على التفريزات على طول، يعني بطلعها من الفريزر على الخضر على الخلطة بتاع المحشي، الخلطة بتاع الكفتة بتبقى جاهزة كده جميل. فانا هحط في كيس بقى يا جماعة طبعا، ليه؟ لان الكمية المكان عندي مش هيحتاج علب يعني، فالاسهل اللي هو الكيس. هنبدأ بقى نحط الفراولة لوحدها والخضرة لوحدها، وهشيلها في الفريزر. متاخدش وقت يعني ما شاء الله. الحاجات دي سهلة وبتساعد معاكي، وبتبقى جاهزة للعصاير بقى، تعملي تورتات، تعملي حاجات، تبقى الفراولة عندك جاهزة. عبي بقى الكمية كلها. طبعا انا الدرج بتاع الفريزر فيه درج للفاكهة، فيه درج للحوم، فيه درج للخضار كده يعني. انتي بتنظمي حاجتك، مش بحط ده مع ده يعني، فكل حاجة بحط لها حاجة بتاعتها. في درج للفاكهة، في درج للخضار، في درج للحوم. بيسهل معانا يعني، بيسهل اول ما تفتح الدرج انت عارفة ده بتاع ايه وده بتاع ايه. هنا بقى عملت الكمية كلها اهي معاكم، سهلة جدا وبسيطة، وعلى قد الكمية اللي انا هحتاجها بحط في الكيس يعني، ما بحطش كتير، لا على قد الكمية، على قد الخلطة اللي انا هعملها يعني.
ان شاء الله هنعمل تفريزات تانية كتير، واستنونا واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.